أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاما على الانتحار يوم الجمعة بعدما ألقى بنفسه من فوق سور قلعة تاريخية في مدينة اسطنبول عقب أن قتل شابتين قبيل انتحاره. وأظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء الشاب بنفسه من فوق سور قلعة أدرينيكابي في منطقة الفاتح بوسط اسطنبول. وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب يدعى سميح جيليك وقد قتل شابتين في غضون نصف ساعة قبل أن يلقي بنفسه من فوق سور القلعة. وارتكب القاتل إحدى جريمتيه قبيل صعوده إلى أسوار القلعة، حيث قتل إقبال أوزونور وقطع رأسها وأطرافها بسكين كانت بحوزته قبل أن يلقي بتلك القطع من فوق السور ومن ثم ينتحر. وذكرت تقارير محلية أن الضحية كانت ترتبط مع القاتل بعلاقة غرامية. وتلقت الشرطة بلاغا بمقتل شابة أخرى عمرها 19 عاما وتدعى عائشة نور خليل في منطقة سلطان أيوب القريبة من منطقة الفاتح. وعثرت الشرطة في منزل القاتل على دفتر الملاحظات الخاص به، وقد رسم فيه شخصيات بشرية بدا أنها مقطعة الأعضاء. وقالت وسائل الإعلام أن القاتل كان جزارا. وتحقق الشرطة إلى الآن في تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت مدينة اسطنبول. حتى الآن تعمل الشرطة في تفاصيل هذه الجريمة التي هزت مدينة اسطنبول. Benim işim bitti. Bir daha bana yaparsan